بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الفطير المشلتت. هنعمله بطريقة فرد سهلة وجميلة جدا. على فكرة أنا بحب الفطير جدا، فعشان كده بإذن الله هنزل له جميع الطرق، طرق الفطير، طرق فرد الفطير بإذن الله، طبعا لأن أنا بحبه جدا، فيعني بعمله بجميع الطرق، فبإذن الله من غير مقاطعة هنزلها لكم في الفيديوهات الجاية بإذن الله، جميع الطرق لفرد الفطير بإذن الله بطريقة سهلة وبسيطة. وطبعا طريقة بقى الأرياف، يعني فطير كده جميل وريحة جميلة وبالزبدة وبالسمنة. ريحته بتجيب آخر الشارع، يعني شايفين الفطير جميل ازاي، مورق، مورق توريقة يعني رقيقة وجميلة. اللون بتاعه أحمر من فوق ومن تحت وطري. الريحة جميلة جدا، يعني ما تتوصفش. وبعدين احنا هنعملاه في فرن البوتاجاز، مش في الفرن، في فرن الغاز، يعني طالع زي فرن الغاز واحسن كمان. تعالوا ان شاء الله نشوف هنعمله ازاي. الاول في بولة هنجيب كيلو وربع دقيق، انا جبت كيلو وربع دقيق، ده اللي كان متوفر عندي. هحط عليه نص معلقة ملح ومعلقة كبيرة سكر، يبقى نص معلقة ملح ومعلقة كبيرة سكر ومية من الحنفية نعجن بيها الدقيق. والدقيق ده ما هواش دقيق الحلويات ولا البسكوتات والكحك والحاجات دي، ولا دقيق الضحى، ولا دي دقيق عادي، دقيق من اللي هو من عند البقال، اللي هو السايب اللي هو بالكيلو يعني. ومع ذلك طلع جميل جدا. هو طبعا يفضل في الدقيق بتاع الفطير ان هو يكون دقيق كويس ويكون له عرق، على اساس ان هو يعني دقيق الفطير لازم يكون حلو قوي، يعني يكون من افضل انواع الدقيق. بس ومع ذلك انا عملته بدقيق عادي خالص، ومع ذلك طلع جميل جدا وهتشوفوه معايا والله. بس هو اهم حاجه في الفطير العجين، لازم تعجنيها عجنه كويس، تعجني العجينه او الدقيق عجنه كويس، لان انت لما تعجنيه بيعمل معاكي عرق، فبتقدري ان انت تتحكمي فيه، بتقدري تفرديه براحتك، بتمطيه براحتك. فلازم ان انت تعجنيه كويس. طبعا انا كل يعني فتره بقفل الكاميرا واقعد اعجن فيه ربع ساعه تلت ساعه وارجع تاني افتح الكاميرا اوريكم، يعني حاجه بسيطه، مش ده العجين اللي انا عجنته، لا ده انا عجنته كتير جدا، اكتر من نص ساعه. لازم تعجنيها عجنه كويسه، وتكون العجينه ما تكونش لينه قوي وما تكونش جامده قوي، يعني تكون العجينه مرنه معاكي كده وجميله وتكون مخدومه. هتلاقيها معاكي في ايدك زي الملبن، بتمط معاكي بمنتهى السهوله، وهتريحك طبعا في الفرد وهتريحك في التطبيق وفي كل حاجه. فانا جيت لقيت العجينه لسه ماسكه معايا متماسكه جامده، فطبعا ديت هتتعبك قوي في الفرد، فلازم تكون العجينه معاكي لينه زي ما وصلت لها كده، تلاقيها معاكي زي الملبن كده. فبعد دلوقتي انا كده عجنته يعني اكتر من نص ساعه، وشايفين العجينه عامله زي الملبن ازاي، جميله قوي. بتسيبيه يرتاح قيمه 5 دقايق، بتغطي عليه بكيس وتسيبيه يرتاح في حدود 5 دقايق بس مش اكتر. وبعدين بتجيبي الصينيه وتقسمي بقى العجينه ديت زي ما انت عايزه. طبعا كل مره باذن الله هنزل لكم طريقه فرد للفطير، طريقه جميله اسهل من اللي قبلها باذن الله. فالكيلو وربع دول انا هعملهم 4 فطيرات، وهتشوفوهم دلوقتي. وفي الصينيه اللي انا عامله فيها في اللي هي صينيه 30، فدول هيعملوا 4 فطاير وهيبقوا جمال جدا، يعني السمك بتاعهم وهتشوفوهم دلوقتي، لا هيبقوا هم ان هم تخان قوي ولا هيبقوا رقيقين. يبقى احنا هنعمل الكيلو وربع 4 فطاير، هقسمهم 4. وبعد ما طبعا نقسمهم 4 هنبدأ بقى نشوف هنفردهم ازاي. طبعا هي طريقة فرد سهلة وجميلة جدا. الموضوع ده كله ما خدش مني في حدود ساعة، يعني هو كل ما في الأمر ان انت بتسيبيه ان هو يريح. يعني دلوقتي بعد ما انا شكلتهم بقوم مغطياهم بكيس واسيبهم قيمة نص ساعة، لحد لما تحط صباعك فيه كده تلاقيه يعني بيغرز كده، يعني ما بيغرز ما بيطلعش. لكن لما تعمليه وتلاقيه بيرجع تاني اعرفي ان هو لسه مرتاحش كفايه. وبعدين
هنرش بقى على الطبليه دقيق، ونبدا ان احنا نفرده. شوفوا عشان العجينه مخدومه ومعجونه كويس، العجينه بتتفرد معايا من غير نشابه ومن غير اي حاجه. بس طبعا انا على اساس ان انا اختصر الوقت وعايزاها تتفرد معايا بسرعه، طبعا تكون ارق من كده شويه، فهبدا ان انا اعملها بالنشابه ومش هفردها قوي برضو، يعني هي مش هتتفرد قوي. دي اول فطيره هنبدا بقى نعملها. انا جايبه دلوقتي في البوله اللي قدامكم ديت، حاطه فيها في حدود ربع كيلو زبده وربع كيلو سمنه، يعني دي كل اللي انا جايباه. طبعا الزبده والسمنه بتكون بدرجه حراره الغرفه، لا بتكون يعني سايحه ولا بتكون ماسكه جامده طالعه من الثلاجه او من الفريزر، لا بتكون بدرجه حراره الغرفه. واحنا دلوقتي طبعا في الحر، فهي بتكون ايه يعني كويسه كده، لينه جميله يعني حلو. طبعا لو انت حاططها في التلاجة شويه ممكن تمسك معاكي ماشي، على اساس ان احنا في الحر. اما في الشتاء ما يفضلش بقى تبقى ماسكه قوي يعني. فالكيلو وربع، ومن على فكره يعني ما استخدمتش الكميه دي كلها، كميه السمنه والزبده، لا اتبقى منها كمان. يعني الكيلو وربع، ربع سمنه وربع زبده، واتبقى منها كمان. وطالع الفطير يعني بسم الله ما شاء الله، السمنه بتاعته والزبده كويسه خالص. وما حطيتش زيت، لان الزيت بيبقى يعني ممكن يعني ينشفه بسيط، بس انا يعني ما بحبش احط زيت، بس هو وممكن ابقى احط، بس يعني دوت ايه على اساس ان انت عاملاها طبعا هتلفيها رول، فلازم تكون الزبده والسمنه تكون متماسكه، على اساس ان هي ما تسحش منك او تفك منك. وبعدين بتبدأي بقى تعملي، أعمل الأربعة وبعملهم رول، وبحط فيهم الزبدة والسمنة وبلفهم وبحطهم في قلب الصواني وبسيبهم يرتاحوا كمان نص ساعة. هو الفطير كله عبارة عن عجين كويس وتسيبيه يريح كويس، هتاخدي أحلى فطير. وطبعا الدقيق يعني إلى حد ما يكون كويس، ما يكونش يعني إيه مش يعني ما يكونش يعني وحش، بس هو هيطلع معاكي بقى احلى فطير، وهتاكلي فطير بسم الله ما شاء الله بالف هنا والف شفا. دلوقتي بقى دي الفطيره الثانيه بنبدا نفردها. والفطيره الاولانيه حطيتها في الصينيه، غطيت عليها بالكيس وسبتها ترتاح. عما تخلصي الاربعه هيبداوا اللي انت عاملاهم الاول هيكونوا بداوا يرتاحوا، هتبداي طبعا تشتغلي فيهم تاني ويكونوا ارتاحوا بقى كويسين جدا، وهيبقوا معاكي بتفردوا بمنتهى السهوله ان شاء الله. دي الفطيره التانية اهي. بنحط طبعا انت يعني عينك ميزان، يعني ممكن لو انت مش عايزه السمنه كتير حطي على يعني تحطي حاجه بسيطه خالص، عايزه السمنه معقوله يعني. وبعدين عامه هي الكميه ديت مش كتير وهيتبقى منها، فهي الكميه مش كتير، يعني الكيلو وربع دقيق عليه ربع زبده وربع سمنه واتبقى منها كمان، ومع ذلك كان طالع كويس. يعني لو انت عايزه تكتري عن الكميه دي يبقى يا دوبك الكميه دي تحطها على الكيلو وربع، لكن انا وفرت منها كمان على اساس برضو ما يكونش يعني سمين قوي. وبعدين هنبدأ بقى ايه، بعد ما لفتها بتحطيها بقى كده وتسيبيها برضو ترتاح في الصينية التانية، ونبدأ بقى نعمل الاتنين الباقيين بنفس الشكل وتسيبيهم يرتاحوا نص ساعة. كل ما الفطير معاكي بيرتاح بيديكي نتيجة ممتازة جدا. ديت بقى بعد ما خلصت الأربعة، كانت أول واحدة عملتها كانت ارتاحت معايا خالص. فهجيب بقى دلوقتي احط معلقتين زيت كده على الطبليه. اللقطه ديت ما جاتش يا جماعه، ما اتصورتش. حطيت معلقتين زيت وبدات احط الفطير زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله بيتفرد معايا بمنتهى السهوله خالص وجميل خالص، يعني مش محتاج اي حاجه، بيتفرد اهو بمنتهى السهوله. مش محتاج بقى المرة التانية ديت مش محتاج نشابة ولا حاجة، هو على أساس إن هو برضو ارتاح كويس وفيه الزبدة والسمنة، فهتلاقيه بيتفرد معاكي بمنتهى السهولة. وبعدين ممكن تطبقيه كده، ممكن لكن أنا قلت يعني يعني الواحد برضو لازم يعني أدهنه كمان دهنة بسيطة كده، على أساس يبقى برضو واخد كفايته من الزبدة ومن السمنة. حطيت كمان زبدة وسمنة مش كتير برضو، وبدأت بقى تبدأي بقى تطبقيه على بعضه.
وتقومي جايباه لفاه مع بعضه كده، وحط وقلباه بقى على الوش التاني، يعني اللي هو اللي قدامك ده بيبقى دي اللي تحت في الصينيه. وما تحطيش في الصينيه اي ماده دهنيه ولا حاجه، لان هو طبعا في الماده الدهنيه بما فيه الكفايه. خلاص كده احنا عملنا الاولانيه ديت، وببدا اسيبها بقى ترتاح كمان نص ساعه. عما تبدا ترتاح ابدأي بقى ولعي الفرن، طبعا لان ده فرن بوتاجاز، مش فرن غاز، فتبقى ناره هاديه. فلازم تولعي بقى، يعني قدامك مثلا نص ساعه تلت ساعه يكون الفرن بدأ يتقدح كويس، على اساس ان الفطير طبعا بيحتاج نار عاليه جدا. طبعا لان وبالذات من تحت، وبيحتاج نار عاليه على اساس يقب معاكي على طول. وطبعا لما بيقب بقى ده بيكون دليل على نجاح الفطيره، ان هي مورقه وكويسه. ودلوقتي ان شاء الله هتشوفوه في الفرن وهو بسم الله ما شاء الله قابب وزي الفل. ودلوقتي دي الفطيره الثانيه. برضو دهنت الطبليه زيت على اساس يفرد معايا بسهوله، وبدات حطيت برضو سمنه على زبده، وزي ما انتم شايفين بتفرد بسهوله خالص من غير نشابه ومن غير اي حاجه خالص، لانها ارتاحت. نبدا بقى نطبقها هي كمان ونحطها في الصينيه. عما تخلصي الاتنين التانيين هيكون باذن الله الاولانيه بدات ان هي تكون ارتاحت، تبداي بقى تفرديها وتدهني الوش بتاعها من نفس الخليط اللي احنا عاملينه، او تدهنيها قشطه. بس طبعا بحكم بقى ان احنا يعني في الصيف والقشطه مش متواجده قوي، فانا دهنتها بنفس الخليط اللي انا دهنه بالفطير، دهنتها بزبده وسمنه، وطلعت بسم الله ما شاء الله النتيجه جميله جدا جدا، زي ما تكوني دهنها قشطه بالظبط. طبعا لما بيكون في الشتاء وبتبقى القشطه متوفره بندهنها قشطه، بس برضو لو دهنتيها الزبده والسمنه بتبقى نفس النتيجه. ودلوقتي هتشوفيه بسم الله ما شاء الله وهو طالع من الفرن لونه ذهبي وجميل جدا جدا، كانك دهناه قشطه بالظبط. ودي تقريبا دي الثالثه. ودلوقتي بعد ما خلصنا اخر واحده، كانت الاولانيه ارتاحت، والفرن طبعا شغال على اعلى درجه حراره. الفرن شغال على اعلى درجه حراره، شايفين عشان هي بسم الله ما شاء الله ارتاحت، فردت معانا بسهوله ازاي، ما بتاخدش حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله. الدقيق حلو والعجينه مخدومه، وطبعا ارتاحت بما فيه الكفايه. فباذن الله تنتظري يعني نتيجه كويسه باذن الله، هتاكلي احلى واجمل فطير باذن الله. احنا طبعا عندنا في الارياف يعني الفطير ده يعني بنحبه جدا جدا، وما بيكون طبعا يعني قاعدين وعايزين نعمل اي اكله سريعه كده، او يقوموا جايبين الجبنه الحادقه والعسل وعاملين فطير، وما بياخدش وقت وبسم الله ما شاء الله بيخلص على طول. دي الفطيره اهي بعد ما فردتها، ودي الفطيره التانية اللي انا عملتها تاني واحده وراها. هبدا كمان افردها برضو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، مش محتاجه مجهود خالص، اتفردت بمنتهى السهوله. وبعدين هنجيب الخليط اللي هو الزبده والسمنه، وتبداي بقى تدهني الوش. الزبده دي يا جماعه ديت زبده فلاحي، مش زبده يعني اللي هي النيوزيلندي او الفيرن او اللي هي الصفرة دي، لا دي زبده فلاحي. بس الاصفر دي سمنه كريستال، سمنه كريستال دي بتبقى لونها اصفر. اما هي الزبده الفلاحي طبعا بيبقى لونها ابيض زي ما احنا متعودين، بس اللي مخليها مصفره اللي هي سمنه كريستال، سمنه كريستال بيبقى لونها مصفر شويه. خلاص كده احنا خلصنا الفطيرتين دول. طبعا الفرن شغال، نبدا ندخلهم الاثنين وهندخلهم على الشبكه. مش الشبكه حاطينها في النص، مش هتدخليهم على الارضيه ولا حاجه، دخليهم على الشبكه. بسم الله ما شاء الله قابين وجمال خالص اهم، والله قابين خالص ومورقين. بسم الله ما شاء الله. بنسيبهم بقى في الفرن لحد لما تيجي تبصي عليها من تحت تلاقيها بقى خدت لون، تبداي تفتحي الشوايه. ودول اهما بسم الله ما شاء الله بعد ما خرجوا من الفرن. يبقى احنا حطيناهم على اعلى درجه حراره، حطيناهم على الشبكه في الرف الوسطاني. بعد ما خدوا لون من تحت قفلت وفتحت الشوايه لما خدوا اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ودلوقتي بسم الله ما شاء الله دول اول فطيرتين طلعوا. بسم الله ما شاء الله بجد بجد يعني ريحتهم جميله جدا وطري وطراي يعني خالص.
وطبعا يعني لونهم ذهبي وجميل من فوق ومن تحت، وطريه خالص وجميله. يعني بقى ما تنسوناش ان شاء الله في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وتكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد. وان شاء الله باذن الله هتدوقوا احلى واجمل فطير فلاحي بجد، يعني فطير تحفه. وكل الحكايه ما خدتش ساعه بس. ودي الفطيره اهمت بسم الله ما شاء الله الاربعه بعد ما طلعوا من الفرن. طبعا احنا جايبه معاهم عسل اسود وجبنه حادقه، وفي طبعا اللي بيعوز بقى عسل ابيض هجيب له عسل ابيض، بس يعني انا بحبه بالعسل الاسود بصراحه. ودلوقتي بقى هقطعه واوريه لكم طري وجميل. طبعا انتوا شايفين شكله يعني بصراحه يعني تحفه والله، والطعم اجمل. هجربوه هتدعوا لي. بسم الله ما شاء الله مورق. زي ما انتوا يعني شوفي التوريقه رقيقه خالص وجميل. يعني وما خدش طبعا وقت، يعني ما فيش بقى طبعا يعني توريقه ارق من كده. الطعم جميل جدا جدا، الريحه يعني جايبه اخر الشارع. يعني بصراحه فطير من الاخر. ده الفطير بقى احنا طبعا عندنا في الارياف يعني بنعشق الفطير، فعشان كده يعني بنبقى شطار فيه. يعني اي حد بيعرف يعمله بسم الله ما شاء الله بطريقه سهله وجميله، وما بياخدش مننا وقت خالص. وبألف هنا وشفا يا رب. ان شاء الله الطريقه تعجبكم، وتبقوا تقولي لي بقى في التعليقات ايه رايكم. وباذن الله كل مره هنزل لكم طريقه سهله وجميله لفرد الفطير. وبألف هنا وشفا، ومع الف 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 سلام.